مغربي أم جزائري؟ هل للتاريخ قول آخر؟ هكذا هو الجدل حول أصول القفطان. فالسجال حول هذا اللباس التقليدي لم يغب يوما في الدول المغاربية، وبمجرد ذكره يحتدم النقاش لا على مواقع التواصل فحسب، بل حتى بين المسؤولين في البلدين، إذ تسهم تصريحاتهم في إذكاء السجال حوله بين الفينة والأخرى. خلال الساعات الماضية انتشر خبر في المواقع المغربية يفيد بأن منظمة الأسيسكو قد حسمت بشكل رسمي أصول القفطان باعتباره تراثا مغربيا غير مادي. منظمة الأسيسكو هي واحدة من كبريات المنظمات الإسلامية، تضم في عضويتها دول كثيرة بما في ذلك الجزائر. هذا الخبر جاء بمثابة تكملة لسلسلة مقالات مغربية تتحدث عن توجه وزارة الثقافة لرفع شكوى رسمية لليونسكو تتهم فيها الجزائر بالسطو على القفطان ونسبه إليها وتسجيله في الملف الذي قدمته لدى اليونسكو. حتى الآن لم يرد أي تعليق من الجزائر حول الخبر الذي تداولته الصحف المغربية، ولا يوجد في وسائل الإعلام المحلية أيضا ما يشير إلى أن الجزائر تقدمت بطلب لإدراج القفطان. لكن قبل عدة سنوات قدمت الجزائر عرضا في اليونسكو للتعريف بلباسها التقليدي. من بين القطع المعروضة لباس يسميه الجزائريون القفطان القاضي، بينما يسميه المغاربة قفطان النطع الفاسي، وهي القطعة التي قسمت ظهر البعير وأحيت الجدال القديم حول القفطان بين البلدين. هذه صورة للقفطان الذي يسميه المغاربة بقفطان النطع الفاسي، وهو من تصميم المصممة المغربية مريم بالخياط. الثوب غني بالزخرفات وبالخيوط الذهبية على قماش مخملي تشير تلك الزخرفات إلى معان مختلفة. هذه الورود مثلا ترمز إلى الحدائق المنتشرة في مدينة فاس بحسب المصممة المغربية مريم بالخياط، وهذا الرسم يعود لطائر الطاووس الذي يرمز للفخر والجمال والفخامة والنبل والاستقامة. أما هذه الصورة فهي لقفطان القاضي الجزائري، وهي الصورة التي احتج عليها المغاربة. هذا النوع من القفاطين كان حكرا على الرجال في الماضي، خاصة القضاة، ومع مرور الوقت تحول إلى زي نسائي راق يتميز بأكمامه الطويلة الواسعة، وكان يعرف سابقا بألوانه الداكنة مثل الأسود والكحلي وقماشه المخملي. لكن التصميمات الحديثة منه تتميز بألوانها المتنوعة وخيوطها الفضية. أما زجرشته فهي عادة ما تكون مستوحاة من الطبيعة مثل الأوراق والأزهار والأغصان، وبعض الحيوانات الفاتنة مثل الطواويس المذهبة التي بقيت رمزا للتطريز الجزائري خاصة في مدينة قسطنطينة بحسب نوال قاضي سفيرة التراث الجزائري في الخارج. إذن مشاهدينا، هذا التشابه بين القفطانين أشعل سباقا بين الجزائريين والمغاربة على مواقع التواصل، وتم تداول من قبل كل فريق منهم مقالات قديمة لإثبات نسب هذا اللباس له. المغاربة مثلا نشروا صورا قالوا إنها توثق ارتداء مصور فرنسي لقفطان النطع الفاسي خلال زيارته لمدينة مراكش في عام 1970، فيما تداول الجزائريون صورا قالوا إنها لأنيسة بومدين زوجة الرئيس الراحل هواري بومدين، وهي ترتدي قفطان القاضي خلال زيارتها للأمم المتحدة في الفترة ذاتها تقريبا. يتشارك المغرب والجزائر في العديد من العادات والتقاليد من أكل ولباس وفلكلور غنائي، لكن تلك القواسم المشتركة تحولت في السنوات الأخيرة إلى محل شد وجذب واتهامات بالسرقة من قبل وسائل إعلام البلدين.
تلك التراشقات مشاهدينا الإعلامية حول التراث دفعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتعليق في مارس آذار الماضي، وهذا ما قاله: راكم تحيي الجزائر من جديد. هذا التراث هذا واحد الوقت سمحنا فيه حتى حبوا يدوه لينا. يعطيك الصحة. فهمتي؟ صح، لازم دوك الدور ديالنا لازم نبينوه نطوروه وتحموه. لازم. واغلب التقاليد تاعنا اليوم تفوت اليونسكو. تترسخ نهائيا ان شاء الله باش تدخل في التراث البشري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. إذا لم يحدد الرئيس الجزائري لباسا معينا أو دولة بعينها، لكن تصريحاته القديمة تم استدعاؤها مؤخرا في الجدل الدائري بين الجزائريين والمغاربة حول القفطان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا هنا علي تراس يقول: قبل صعود تبون للحكم كان الجزائريون يتغنون بالقفطان المغربي بكل أريحية، واليوم مع الأسف يحاولون نسبه إليهم وحتى تسجيله في اليونسكو. أما محمد الأسمر يقول: قفطان القاضي يلبس فقط في الشرق الجزائري وخاصة قسطنطينة وعنابة، وكان يلبسه رجال السلاطين في العهد العثماني، ومع مرور الوقت أصبح لباسا نسويا. أما المغرب فقد سرقه جاهزا وبنسخته النسوية فقط. أما هناء عيساوي: ثقافات بلدان المغرب الكبير متشابكة بشكل كبير يجعل من الصعب التفريق بينها، حتى لو كانت أصول القفطان من خارج المنطقة المغاربية، لكن لا يمكن إنكار أن المغرب تميز بحياكته، كما لا يمكن إنكار خصوصية القفطان الجزائري. لماذا لا يتقدم المغرب والجزائر بملف مشترك وننهي هذا النقاش العقيم الذي يهدف إلى إلهاء الشعبين؟ يبدو الجدل مشاهدين حول أصول القفطان أمرا يصعب حسمه، فالقفطان هو لباس ارتدته شعوب عديدة حول العالم وفي أزمنة مختلفة. بعض المراجع التاريخية تشير إلى أن نشأته الأولى كانت في حضارات بلاد الرافدين، ويعتقد أن أصل الكلمة فارسي. تتضارب الروايات والدراسات حول فترة دخول هذا الزي إلى شمال إفريقيا، فبعض الدراسات ترجع ظهوره في المنطقة إلى فترة دخول العثمانيين للجزائر، بينما ترجعه دراسات أخرى إلى عهد الدولة الموحدية في المغرب. لكن الثابت اليوم أن القفطان شهد تطورات كبيرة، ولكل شكل من أشكاله بصمة خاصة وسحر مميز.